في فيديو النهارده هنتكلم عن فيلم مش هيخليك تحس بلحظة ملل واحدة وانت بتتفرج عليه. الفيلم ده ليه 3 أجزاء وكل جزء ناجح أكتر من اللي قبله. النهارده هنتكلم عن فيلم ذا ميز رانر أعداء المتاهة من بطولة ديلين أوبراين. بس كمل الفيديو ده لحد الآخر عشان النهارده هنتكلم عن فيلم تقريبا كل الناس بتحبه. بعد ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن أسوأ فيلم اتعمل في التاريخ، قلت لازم أعوضكم وأنزل على الفيلم من أحسن الأفلام اللي ممكن تشوفها في حياتك كلها. أوقات لما بتيجي تتفرج على سلسلة لفيلم معين ولما بتيجي توصل للجزء الأخير تتضايق اللي انت مش هتشوف تحفة فنية زي كده تاني. اهو ده بالظبط اللي هيحصل مع فيلم ذا ميز رانر. الفيلم بيبدأ فجأة وهو في شخص هنعرف اسمه بعدين كان في مكان كده عامل زي الاسانسير اللي هو اسمه مصعد يعني. فجأة فاق مخضوض وكان بيكح ومستغرب من كل حاجة حواليه وما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، كأنه بالظبط كان في غيبوبة ورجع فاق تاني. المهم في الآخر بعد ما وصل والباب فتح كل الناس اتجمعت حواليه ونزل له شخص كده المفروض ان الشخص ده هو المسؤول عن باقي الناس اللي حواليه، بيديهم اوامر او يقول لهم تعليمات وكده يعني. ايوه صح. وبالمناسبة الشخص ده بيفكرني بالواد الشرير اللي في كرتون توي ستوري. قلت اقول لكم بس عشان ما احسش ان انا الواحد اللي حاسس كده. المهم نزل الواد ده وطلعه بره واترمى على الارض والناس كلها كانت بتضحك عليه وبتتريق عليه، وهو اصلا لحد اللحظه دي ما كانش لسه فاهم اي حاجه. فجاه بعدها طلع يجري لحد ما وقع على وشه، ولما قام لقى فيه جدار طويل جدا محاوطه من كل الاتجاهات. بعدين حبسوه في مكان كده لوحده زي قفص عشان ما يقعدش يتعب في نفسه ويهرب على الفاضي. جه شخص اسمه قلبي قال له لما طلعك ما تحاولش تهرب تاني عشان المكان ده محدش بيعرف يهرب منه. الشخص ده طلب من الواد اللي هو يحكي له اي حاجه عن نفسه سواء اسمه او المكان اللي جه منه اي حاجه. قال له انا مش فاكر اي حاجه وكان مستغرب وقعد يساله انا ليه مش فاكر اي حاجه. قام قال له ما تقلقش ده طبيعي، الكلام ده حصل لنا كلنا وهترجع تفتكر اسمك كمان يومين، ودي الحاجه الوحيده اللي سابوها لينا اننا نفتكرها. وعايزك تركز قوي في الجمله دي عشان هنا قصده من كلامه ان في ناس تانية اتحكموا في عقلهم بالكامل وخلوهم ينسوا كل حاجه ما عدا اسمهم. المهم خده في الاخر وبدا يوري له المكان ويشرح له كل حته فيه. بعدها الواد اللي ناسي اسمه بيقول له ايه الموجود ورا الجدران اللي هناك دي. وقتها سكت شويه وحذره اكتر من مره اللي هو ما يفكرش يروح هناك نهائي، وهنعرف ليه كمان شويه. من وقتها هو الفضول بياكل فيه ونفسه يعرف ايه اللي ورا الجدران دي. المهم راح واقف قدام الجدران وكان بيفكر اللي هو يروح يجري في الممر اللي كان مفتوح قدامه ده. جه قائد المجموعه وزقه على الارض وقال له احنا حذرناك كذا مره اللي انت ما تفكرش تروح لهناك. فجاه سمع صوت غريب جاي من ورا الجدران وفجاه الجدران قفلت لوحدها. وقتها الشخص اللي كان ناسي اسمه وكان عنده فضول اللي هو يروح هناك بدا يقلق ويخاف. جه بعدها شخص اسمه نوت وقعد معاه بالليل وبدا يشرح له قصه الجدار ده. قال له ان ورا الجدار ده متاهه وكل شويه بتتغير لوحدها، وجوه المتاهه دي وحش كبير اسمه جريفر بيقتل اي حد يشوفه قدامه. في بقى فريق متخصص كل يوم الصبح بيروح في المتاهه دي وبيحاول يحفظها عشان يحاول يلاقي مخرج منها. بس الفريق ده بقاله 3 سنين بيحاول يلاقي مخرج ومش عارف. تخيلوا 3 سنين كل يوم بيحاولوا يلاقوا مخرج ومش عارفين. بعدها الشخص اللي كان ناسي اسمه قام يلعب لعبه معينه مع قائد المجموعه، فاثناء وهم بيلعبوا كانوا عاملين يتريقوا عليه ويقولوا عليه اللي هو مستجد والكلام ده يعني عشان هو كان لسه جديد، بس هم لسه ما يعرفوش الشخص ده هيعمل ايه قدام. المهم القائد ده وقعه على الارض وفجاه افتكر اسمه، بدا يقول لهم اللي هو اسمه توماس، ومن وقتها عرفنا ان الشخص ده اسمه توماس. توماس اتطلب منه في مره اللي هو يروح يجيب سماد من الغابه، وفجاه لقى واد بيبص له بطريقه غريبه وكان عاوز يقتل توماس من غير اي سبب. توماس هرب منه ورجع لباقي اصحابه بسرعه وكان بيطلب المساعده. بعدين نيموا الشخص ده على الارض ورفعوا التيشيرت بتاعه ولقوه اتلدغ من حاجه معينه. القائد كان مستغرب ان الكلام ده حصل في الصبح لان في الطبيعي الحالات دي بتظهر بالليل بس، فمعنى ان الكلام ده يحصل الصبح فكده معناه الوضع بيسوء اكتر في المتاهه. المهم اللي بيتلدغ مش بيتعالج، المرض بينتشر في الجسم كله بالتدريج لحد ما حالته بتسوء اكتر، فكان لازم ان هو يموت. ودوه بعدها عند الجدار ودخلوه جوه لحد ما الجدار قفل عليه ومات. بعدها اول ما الشمس كانت لسه بتطلع في 2 دخلوا المتاهه عشان يحاولوا يلاقوا مخرج، بس عدى وقت طويل وهم لسه ما رجعوش لدرجه ان خلاص الجدار كان بيقفل، وهو لو قفل مش هيفتح تاني غير بعدها بيوم. قبل ما الجدار يقفل الاتنين ظهروا فجاه، بس كان في واحد منهم مصاب. في وقت ما الجدار كان بيقفل توماس راح جري عليهم بسرعه عشان كان عاوز يساعدهم ودخل جوه وحبس نفسه معاهم. توماس لاحظ ان الشخص المصاب ده ملدوغ في دماغه، والشخص التاني كان عاوز يسيبه ويهرب عشان كان خايف، بس توماس كان مصمم اللي هو لازم يخبيه في حته معينه لحد ما الجدار يفتح تاني عشان لو فضل مكانه الوحش ده هيجي يموته حرفيا. وبالفعل حاولوا باي طريقه اللي هو يخفيه من الوحش اللي موجود جوه. بعد ما عرف يخفيه جه الوحش وقعد يجري وراهم هما الاثنين وبطريقه ذكيه جدا توماس عرف يقتله، وتوماس وقتها كان هو الشخص الوحيد اللي يقتل الوحش ده. بعد ما الجدار فتح وهما الثلاثه طلعوا صاحب توماس قال للمجموعه كلها ان توماس قتل وحش جوه. كلهم اتصدموا فيه طبعا لانهم كانوا بيتريقوا عليه في البدايه على اساس يعني اللي هو ضعيف. طبعا القائد حس بغيره وحس ان في حد خد مكانه، فراح عمل اجتماع ولم الناس كلها وقال في الاخر ان توماس لازم يتعاقب. كله قعد يعترض وقالوا له ازاي الشخص الوحيد اللي قتل الوحش من جوه يتعاقب في الاخر. بعدها على طول في نفس الوقت في حد تاني وصل، ولما راحوا فتحوا الباب لقوها بنت، والبنت دي توماس كان بيشوفها في احلامه كذا مره بعد ما افتكر اسمه، وبرده كان بيلاحظ اسم كتير كان بيتكرر والاسم ده كان ويكد. هنعرف قصه الاسم ده بعدين. واول ما البنت فاقت اول حاجه قالتها توماس، واول ما قالت كده سكتت واغمى عليها تاني. بعدها الناس كلها بدات تشك في توماس انه توماس ورا
الموضوع ده كله وان توماس السبب في كل اللي حصل لهم ده. توماس وقتها الفضول كان هيجننه وقال اللي هو لازم يرجع المتاهه تاني عشان يشوف الوحش اللي مات جوه ده قصته ايه بالظبط. دخل جوه هو مجموعه من الناس وفعلا فك جزء من الوحش ده ولقوا جواه جهاز مكتوب عليه برضه ويكيد ونفس الاسم كان توماس بيشوفه في الحلم بتاعه. دلوقتي توماس بدأ يربط الاحداث ببعض وبدأ يفهم اكتر. بعدين صاحب توماس اللي كان معاه في المتاهه خدوا مكان كده ووراه المتاهه كلها وهي مرسومه بشكل معين وكانت عباره عن 8 اقسام وكل قسم بالرقم بتاعه. والجهاز اللي كان معاهم اللي خدوه من الوحش لاحظوا انه كان مكتوب عليه رقم 7 وفي نفس اليوم اللي قتلوا فيه الوحش ده القسم رقم 7 كان مفتوح فده معناه ان الوحش ده جه من قسم رقم 7. بعدها البنت اللي كان مغمى عليها فاقت فجأة وطلعت فوق مكان معين وقعدت تحدفهم بالطوب عشان كانت خايفة وما كانتش فاهمة أي حاجة. المهم بعدها توماس طلع لها وكانوا حاسين إنهم يعرفوا بعض حتى كانوا بيحلموا نفس الأحلام هما الاتنين وكانوا بيشوفوا نفس الكلمة في الحلم اللي هي ويكيد. بعدها البنت ادت لتوماس حاجة كده زي الحقنة مكتوب عليها ويكيد. توماس بدأ يحاول يستوعب إن ممكن تكون الحقنة دي علاج للي بيتهاجموا من الوحش اللي جوه. توماس خد الحقنة وراح لقلبي اللي هو الشخص اللي كان مصاب جوه. وقتها حالته كانت متدمرة على الآخر وكان خلاص قرب يموت ولكن أول ما خد الحقنة بدأ يتحسن. بعدها توماس قرر يدخل هو وصاحبه تاني المتاهة عشان يعرف الجهاز اللي معاهم ده بيعمل ايه بالظبط. وبالفعل دخلوا وراحوا القسم رقم 7 واول ما وصلوا الجهاز بدأ يطلع صوت وكأنه اشتغل وبدأ يدلهم على مكان كده معين. فضلوا يمشوا ورا الجهاز لحد ما وصلوا لمكان محدش راحوا قبل كده. وصلوا في الاخر لمكان مسدود وكانوا هيرجعوا بس فجأة الجهاز اتغير لونه وبقى اخضر وفتح بوابة كانت مقفولة. لما البوابة فتحت عرفوا ان ده ممر جديد وممكن طريق للخروج من المتاهة ويرجعوا خلاص لحياتهم الطبيعية. مشوا شوية في الممر ده لحد ما وصلوا لمكان كده عامل زي النفق. فجأة طلع شعاع كده احمر عليهم وكأن الشعاع ده كان بيفحص اللي واقف بره. اول ما فحصهم سمعوا صوت غريب كده ورجعوا تاني بسرعه وهم راجعين بدأت كل حاجه تتقفل وكانوا يتحبسوا جوه بس على اخر لحظه عرفوا يهربوا وطلعوا من المتاهه دي. وكالعاده اول ما طلع قائد المجموعه كان بيتخانق مع توماس عشان يعني قائد المجموعه قعد يقول ان توماس بيتصرف من دماغه وهو ما يعرفش هو بيعمل ايه وكان ممكن يخلي المجموعه كلها تموت في اي وقت بسببه. بعدها الشخص اللي كان مصاب رجع فاق تاني بسبب الحقنه ولما فاق توماس كلمه وقال له انا افتكرت كذا حاجه ومن ضمن الحاجات دي ان توماس كان المفضل ليهم قصده بيها الناس اللي ورا المتاهه والحوارات دي كلها. بعدها طلعوا بره واتفاجئوا ان الدنيا بقت ليل والجدران لسه ما قفلتش المفروض اللي هي على اخر النهار بتقفل لوحدها. فجأة بعدها الوحوش كلهم طلعوا من المتاهه وهاجموا الناس كلها وكسروا كل الحاجات اللي بنوها ودمروا وولعوا في المكان كله. بعد ما كل حاجه اتدمرت والدنيا بدأت تهدى شويه كالعاده جه قائد المجموعه وراح ضرب توماس وقال له انت السبب. تقريبا اي حاجه بتحصل الواد ده بيروح يقول له توماس انت السبب. المهم بعدها توماس حس بالذنب وشك ان هو فعلا كلامه صح وان هو السبب في كل اللي بيحصل ده. قرر يلدغ نفسه بالسم بتاع الوحش عشان يغمى عليه ويحاول يفتكر اي حاجه عشان اللي بيتلدغ من الوحش وبيغمى عليه بيفتكر حاجات حصلت له في الماضي. وفعلا لما اغمى عليه بدأ يشوف حاجات هو كان بيعملها زمان واكتشف ان هو كان شغال مع ناس معينه في المعمل. لما فاق قال لاصحابه ان المكان ده مش زي ما هم كانوا فاكرين. قال لهم ان المكان ده مش سجن المكان ده اختبار وموضوع بدأ من وهم صغيرين وكانوا بيدوهم تحديات وبيجربوا عليهم حاجات معينه. في الاخر قال ان هو كان واحد منهم وكان بيراقبهم بقاله سنين. بعدها القائد ده كان فاكر ان الوحوش دي دمرت كل حاجه والوضع بدأ يسوء من ساعه ما توماس جه. هو افتكر ان الوحوش عامله المشاكل دي كلها عشان كانوا عاوزين توماس. قرر يربط توماس في عصايه كده قدام الجدار هو والبنت اللي معاه عشان الوحوش تيجي تاخده وخلاص يعني فاكر كده الوحوش مش هتيجي تعمل حاجه تاني. المهم الناس حاولوا يمنعوه بس برضه مرضيش. بعدها توماس هاجمهم واقنع كام واحد منهم يجي معاه جوه المتاهه عشان يهربوا ويتحرروا من العالم ده. قائد المجموعه مرضيش يدخل بس في اخر توماس دخل هو وكام واحد. لما دخلوا رجعوا لنفس المكان اللي كانوا فيه اخر مره اللي هو قسم رقم 7 وكل ما وحش بيظهر لهم كانوا بيواجهوه لحد ما وصلوا لاخر باب وكان طالب رقم سري. دخلوا الرقم السري ودخلوا جوه وطلعوا بره المكان ده وبقوا في ممر طويل. بعد ما مشوا شويه لقوا باب مكتوب عليه خروج ولما دخلوا لقوا المعمل اللي كان بيتراقبوا منه بس لقوه متدمر والناس كلها اللي فيه ميته. ما كانوش فاهمين اللي حصل لحد ما توماس شغل فيديو وكانت بنت بتتكلم قالت اللي انتوا نجحتوا من الاختبار بس انتوا كنتوا في مكان كويس بيحميكم عشان دلوقتي العالم بينتهي والشمس بتدمر الكوكب وفي فيروسات بتنتشر في الدماغ بتموت الانسان. بعدين فجأة موتت نفسها. المهم خلاص بعدها هم طالعين من المعمل اتفاجئوا ان القائد جه وكان معاه مسدس وكان باين ان هو متغير وملامحه متغيره. في الاخر عرفوا اللي هو اتلدغ. القائد قعد يقول لهم تطلعوش بره وحاول يقنعهم وكان هيموت توماس بالمسدس بس صاحبه دافع عنه وموته بالسهم في صدره ووقع على الارض. بس لما وقع على الارض ضرب طلقه بالمسدس والطلقه جت في الواد الصغير ومات. وبعدها طلعوا بره المكان. في الاخر تقييم الشخصي للفيلم ممكن اديله 8 من 10 وده السبب ان الفيلم مليان احداث ما فيهوش اي لحظه ملل. ده غير ان الاجزاء الجايه اصلا احسن من الجزء ده. وبكده الجزء الاول خلص. لو عاوزين نتكلم عن الجزء الثاني اكتبوا لي تحت في الكومنتات. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتقول لي رايك تحت في الكومنتات. كان معاكم علي اشوفكم في فيديو جديد. سلام.